بصوا بقى ما شاء الله اللهم بارك. نعمل بقى كوباية شاي. طعمه جميل جدا ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة البقسماط بطريقة سهلة وسريعة جدا. اول حاجة معانا هنا كيلو من الدقيق، ومعانا 200 جرام من الزيت، ومعانا معلقتين سكر وربع معلقة ملح. وهنا معانا خميرة، الخميرة اللي هي العادية، الخميرة البيرة، او ممكن تستخدمي كيس من الخميرة الفورية، كيس كامل من الخميرة الفورية. تمام. ومعانا مية من الحنفية عادية خالص. تمام. ودي مية يا دوب مدفيها حاجة بسيطة خالص كده عشان نعمل الخميرة الاول. تمام. هنبدأ اننا نعمل الخميرة الاول، بحيث مثلا ممكن تكون بايظة، ممكن تكون منتهية الصلاحية، فاحنا نتأكد منها ازاي، او عشان حاجتنا ما تبوظش احنا نعملها بالطريقة دي. تمام. هنحط هنا الخميرة الفورية او العادية اللي هي زي كده. تمام. ومعاها معلقة دقيق. تمام. ومعاها السكر. عشان ننشف الخميرة. وهنا دي شوية مية دافية، يا دوب دافية. تمام. بحيث الخميرة بتاعتنا ايه تتفاعل معاها بسرعة. هندوب المكونات دي كده مع بعض. هندوب المكونات دي كده مع بعض. هندوبهم كده. تمام. ونسيبهم 5 دقايق او 10 دقايق على حسب ما يختموا. هنغطي عليها بالطريقة دي، ونسيبها لحد لما تخمر، ونرجع لبعض تاني. يلا بقى نفتح عليها نشوفها خمرت ولا ايه. بصوا خمرت ازاي. يبقى كده هي ايه، كده الخميره بتاعتنا نشطه وكويسه. تمام. نجيب الدقيق بقى ونحط عليه ذره الملح دي، ونحط الخميره، ونحط الزيت، ونحط الميه. تمام. نقلب مع بعض ونشوف. لو الكلام ده كله كده مع بعضه مبدئيا كده بالمعلقه، وبعد كده هنبقى نعجن بايدينا. تمام زي ما انتم شايفين. هنشيل المعلقه ونبدا بقى ايه نعجن بايدينا زي ما انتم شايفين كده. تمام. نفضل بقى نعجن فيها شويه. تمام. وبعدين بعد ما عجناها كده نسيبها ترتاح 10 دقايق. ونبدا كده نكشفها وكده بعد ما ارتاحت 10 دقايق زي ما انتم شايفين. بدات ايه معانا اهي، سهله وجميله وطريه ولينه جدا، تعرفي تستخدميها. بص طريه ازاي. تمام. هنبدا اننا ناخد منها قطعه كده. تمام. ونبدا اننا نفردها كده بالطريقه دي على الرخامه. تمام. وهنا هنجيب صينيه. تمام. وفيها شويه سمسم وعليهم شويه ميه بالطريقه دي، ونبدا اننا نقلبهم مع بعض. تمام. نقلبهم بالطريقه دي مع بعض. تمام كده. نبدا بقى نقطع العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. ادي كوره اهي، او زي ما انتم شايفين كده. ونبدا اننا نعمل كده الحجم اللي احنا عايزينه صغير، عايزينه كبير،
على حسب الايه الحجم اللي يعجبكم واللي يريحكم. تمام بالطريقه دي اهو. هنبدا نحط هنا وهكذا زي ما انتم شايفين كده. نبدا نقطع كور صغيره او بالطول زي كده زي ما انتم عايزين اهو. نعمل واحده كمان اهو. كده خلصنا الكره الاولى اللي احنا كنا بنعملها. تمام وحطيناها بالشكل ده. تمام كده وجبنا صينيه نبدا اننا نرص فيها واحده واحده اللي احنا عملناه ده اهو زي ما انتم شايفين كده. وممكن تعملوا نص كيلو دقيق بس مش لازم كيلو كامل او الكميه اللي انتوا عايزينها يعني. نبدا برضه نرص بالطريقه دي. تمام زي ما انتوا شايفين كده. تمام وهنا نبدأ نجيب كرة كمان. تمام زي ما انتوا شايفين ونبدأ نعمل نفس الطريقة اللي فاتت زي ما انتوا شايفين كده اهي. نعملها كده ونبدأ ان احنا نقطع كده كده زي ما انتوا شايفين. نبدأ نعمل كده اهو. وكده عملنا صينية تانية اهي. واكمل باقي الكمية بقى ونرجع لبعض تاني. وهنا هنولع الفرن عشان يسخن. كده الفرن سخن. تمام نبدأ بقى نحط الصينية ونشغل عليها الفرن من تحت ومن فوق ونسيبها بقى ايه. بصوا هنا بدأ حجمه يتضاعف ازاي. بصوا هنا كده استوى بقى عامل ازاي. والصينية دي كمان استوت اهي. وبكده خلصنا كل الكمية اللي معانا. وده ما شاء الله اللهم بارك ده كيلو الدقيق طلع قد ايه ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بصوا عامل ازاي جميل ازاي. بصوا ما شاء الله. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص النهاردة. ولو عجبكم الفيديو دعوة حلوة كده من قلبكم. واشوفكم بقى في فيديو جديد. مع السلامة.